هنعمل مع بعض النهارده حاجة من أهم تسالي العيد. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة يا رب. طبعا هو الترمس بجد حاجة سهلة وبسيطة وما ينفعش ما يكونش معانا في العيد. بجد بيبقى حلو جدا. كل بقى بناكل بقى شوية نفسنا تجزع كده من الكحك والبسكوت والبيتي فور، لا نحدق شوية بترمس. تعالوا نشوف طريقته ايه، بسيطة وسهلة وان شاء الله تعجبكم. لايك وشير لو عجبك الفيديو ان شاء الله. اول حاجه معايا نص كيلو من الترمس. بجيبه ترمس حلو سريع، يعني انت ممكن تجيبيه اصلا النهارده وتعمليه بكره في نفس اليوم، مفيش مشكله خالص. انا نقعته لمده 5 ساعات، ممكن تنقعيه قبلها بيوم مفيش مشكله، ممكن تنقعيه قبلها بساعتين وتسلقيه على طول. بعد ما نقعته غيرت له الميه مرتين كده خلال ال5 ساعات، وبعد كده حطيته في الحله زي ما انتم شايفين كده. اغسليه كويس جدا جدا، وبعد كده حطيت عليه ميه عاديه جدا، ممكن تحطي عليه ميه مغليه، انا حطيت عليه ميه عاديه جدا. خلاص يا بنات، هنشوفه على النار دلوقتي. هنا اول ما ابتدى يغلي معايا على النار زي ما انتم شايفين كده بالمنظر ده، عايزه اقول لكم اصلا يعني ما بياخدش وقت خالص. اهم حاجه تجيبي مستورد حلو سريع، اللي هو المستورد الحلو السريع. نبدا بقى بعد ما بيغلي معانا بنهدي النار ونغطي الحله. انا خد معايا ساعه سوا فقط. ساعة. أنا بوريكي هنا إن هو بعد ما استوى، أنا بصيت عليه لقيته استوى. طبعا هنعمل إيه دلوقتي؟ هنشيله ونروح على طول في مصفى، ندلقه ونشطفه كويس جدا عشان نوقف عملية السوا بتاعته عشان ما يتهريش معايا. هنا بعد ما انا غسلته، عايزه اقول لكم بقى انا بصوا غسلته كذا مره، اشطفيه كويس جدا. ويمكن ده من اهم الخطوات اللي ممكن نعملها، ان احنا نغسل الترمس كويس جدا عشان يدينا طعم حلو. على فكره دي بتفرق جدا وبيبقى حلو جدا. زي ما انتم شايفين انا صفيته كويس جدا، شطفته مره واتنين وتلاته. يعني شطفته مره واتنين وتلاته، بصي بقول لك هو مره واتنين وتلاته. تغسليه كويس جدا وبس كده. دلوقتي معايا ميه مغليه. دي مش مغليه، انا مفلتراها، يعني غليت ميه وسبتها تبرد تماما. هنبدا بقى نعمل لها محلول الملح بتاعها. يعني الميه معايا بردت تماما. بنفضل ليه؟ علشان بس يعني ايه ما تعملش معاكي ريم وانت شايلاه في التلاجة ولا حاجه. دلوقتي هنبدأ ملحنا هيكون ازاي. الملح بتاعك المظبوط، يعني انا حطيت دلوقتي معلقة ونص من الملح. وهتقلبي تدوبي الملح كويس جدا وتدوقي المية دي. لو لقيتيها ان هي نسبة ملوحتها عادية اللي انت عايزاها تمام قوي. في ناس طبعا بتبقى اللي هي مش عايزه الملح كتير، مفيش مشكله خالص. طب لو جه حادق منك مفيش مشكله يا جماعه. لو جه حادق مننا هتدلقي شويه ميه وتزودي شويه ميه عاديين وبس كده. عايز ملح هتزودي شويه ملح وتقلبي. اهم حاجه بقى يا بنات، وهو هنحطه في علبه محكمه الغلق. هتحطيه بصوا بناخد منه بمصفى ناشفه تماما، ما تحطيش ايدك فيه. ما نحطش معلقه مبلوله، لازم اي اللي هتحطيه تجيبي بيها الترمس تكون ناشفه تماما عشان نحافظ معانا على الترمس بتاعنا. انا بس بقول لكم المعلومات دي مهمه جدا عشان بس ما يكونش ريم معاكي والميه تضطري. طب لو كون معاكي ريم وهو في التلاجة، ادلقي الميه كلها واعملي محلول ملح جديد ومفيش مشكله خالص. واديله شطفه سريعه كده وبس كده. اهم حاجه ناخد منه بمصفى ناشفه تماما او معلقه ناشفه تماما، ما تحطيش ايديكي خالص فيه وبس كده. وهيبقى معاكي. عايزه بقى تحطي له بقى نخرجه بقى نديله بقى الملح بتاع الليمون الكمون التحابيش شويه شطه، دي براحتك خالص. بصوا بقى انا بس قلت لكم ان هو هنا خلاص حطيناه في التلاجة. عايزه اقول لك ان انت ممكن تعمليه في نفس اليوم، هتاكلي منه تاني يوم ان شاء الله. هتعمليه النهارده او هتعمليه بكره باذن الله، هتلاقي نفسك بتاكلي منه اول يوم العيد. يعني الحقوا بقى هاتوه اعملوه سريع وبسيط جدا. اهم حاجه مستورد حلو سريع، تقولي للعطار كده نص كيلو. بصوا السوا بتاعه تحفه جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لايك وشير لو عجبك الفيديو. كنتم مع ابتسام الجبالي، والسلام عليكم.